جابر بن عبد الله الأنصاري نثر سعدا. اليوم بعض الأصدقاء يتصور أنه إذا زار الحسين عليه السلام يلبس الدشداشة النظيفة ويلبس الشفية ويتعطر ويزور الحسين. هاي الزيارة أنا أقول لك ما مقبولة، للتعب روحك، خذها من عندي. ليش؟ يقول مو جابر بن عبد الله. أولا يا حبيبي، جابر له الإمام الصادق، خلينا نفتهم أول شيء، احنا نريد نسأل جابر له الإمام الصادق. ها يا جماعة، جابر الإمام الصادق، جابر له الباقر، جابر له الكاظم، جابر له الرضا. أهل البيت يقولون إذا زرت الحسين زره أشعثا أغبرا، وقف عند قبر الحسين وضع ليش؟ لأن كان يقول الإمام الصادق الله معاوية بن وهب يدخل عليه ويراه ساجدا ينشج نشيجا عاليا: اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، اللهم ارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله، إلى أن يقول اللهم ارحم تلك الصرخة اللي اليوم نحن بعدنا ما فاهمين معنى الصرخة. يعني أجلس في مجلس أخاف على حنجرتي تنقص وأصرخ: وحسيناه وغريباه ومظلوماه وذبي. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. دم الحسين أسكنه الله في الخلد حتى تزداد طهارة الخلد وتزداد طهارة العرش وتزداد طهارة الجنة كالإمام الحسين. وإن الإمام الحسين مدري إيش مثله مثل سائل البشر، هذا من في قلبه مرض. فأي حسين؟ حسيننا ما تظن حبيبي إنه فئة دم الإمام الحسين أو بوزيتيف أو نيجاتيف أو آبي بوزيتيف أو آبي نيجاتيف، لا، فئة دم الحسين أو الله. ما تظن حبيبي إنه فئة دم الإمام الحسين أو بوزيتيف أو نيجاتيف أو آبي بوزيتيف أو آبي نيجاتيف، لا، فئة دم الحسين أو الله. فئة الدم هذه ما في منها في الوجود. دم الحسين دم إلهي. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. احنا بعدنا في الموضوع هذا الحسين اللي انا اقول دائما بلا حدود صلوات الله عليه. الحسين بلا حدود. اليوم كان على قناة الأنوار إعادة، طبعا كانت ربما لاحظتوا ذاك البابا المسيحي القسيس المسيحي اللي كان يبين يقول الحسين هو الذي شيعني. الحسين يا أخي، الحسين ما إلى حدود. تروح شايفين إذا تروحون بعض المحلات اللي تبيع أشرطة كذا، شوفوا نعم أخذوا بعض الأفلام لهذول الهندوس في الهند يجمعون حطب مولاي الكريم من اليوم السابع من المحرم ويشعلون تلك النار العظيمة، ويوم عاشوراء حفاة يمشون على النار يصيحون يا حسين
وهم يعتقدون بأن النار ما تحرقهم، لأن يعرفون لما يجيبون اسم الحسين النار بعد خلاص ما تحرق أحد. أتذكر كنت في جنوب لبنان، كنت أقرأ في مجلس حاشد للغاية، ربما الحضور كان يفوق 3000. كان هناك عدد كبير من الحضور كانوا من المسيحيين، يجون يوقفون يلطمون يشاركون في العزاء، يعتقدون بأن الحسين بإذن الله قادر على حل المشاكل، يعتقدون بالإمام الحسين عليه السلام. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: بني الإسلام على 5 أشياء، بني على الصلاة والزكاة والحج والصيام والولاية. زرارة يقول: قلت له: أي هذه الأمور أفضل؟ قال: ولاية علي بن أبي طالب، فإنها مفتاحهن. لاحظ عظمة الولاية عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام الرضا عليه السلام حينما يأتي إلى خراسان ويصل إلى نيشابور ويخرج أهلها لاستقبال الإمام الرضا عليه السلام، خرجوا لاستقباله وكانوا آلافا مؤلفة. قالوا: بالله عليك إلا ما حدثنا حديثا عن آبائك الطيبين. عن أي شيء حدثهم الإمام الرضا؟ حدثهم عن الصلاة والصلاة عظيمة، أم حدثهم عن الصيام، أم حدثهم عن الزكاة؟ عن أي شيء حدثهم؟ حدثهم عن ولاية أمير المؤمنين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. يقول: أنا إذا مريت بكربلاء أسرع لأن أخاف أن أكون أنا المقتول، لأني أنا ابن نبي، أنا أباي أنبياء والروايات عندنا موجودة، فأخاف أن أكون هو فأسرع. يقول: حتى قتل الحسين بأبي وأمي في كربلاء، بعد ذلك رأس الجالوت إذا مار يمشي على راحته. ليش؟ قال: لأنه قتل الحسين فعلمنا أن المقصود بالروايات في كتبنا السماوية هو الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. وهذا معناه أن الأديان السماوية تحدثت عن الحسين. أقصد التعبئة الإعلامية على نحو التحديد. من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة
الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن